لك المعنى في بطن الشاعر. ازاي يعني؟ المنطق انها تكون في عقل الشاعر، قلب الشاعر تمشي، انما بطنه ليه؟ في بعض المفسرين قالوا ان مش المقصود البطن اللي احنا فاهمينها اللي هي المعده، المقصود ببطن الشاعر هي بواطن الامور اللي محدش شايفها، زي البطانه اللي بتبقى تحت الهدوم كده. بيقول لك ان كان في مره شاعر يقال ان هو امرؤ القيس راح لخياط ملابس اسمه زيد، والخياط ده كان اعور بعين واحده، فالشاعر قال له انا عايزك تفصل لي توب حلو كده اخرج بيه. فالخياط راح قايل له والله لا فصل لك توب ما تعرف اذا كان ده عبايه ولا قميص. لا اله الا الله، في ايه يا عم؟ فالشاعر قال له والله لو عملت كده لاكتب فيك قصيده شعر ما هتعرف اذا كنت بشكرك فيها ولا بدعي عليك. انا مش فاهمه لما هم مش طايقين بعض من الاول كده اتعاملوا مع بعض ليه اساسا، ودخلنا معاهم ليه احنا في الخناقه دي؟ المهم ان الموضوع قلب عند بقى، الخياط راح فعلا مصمم توب الشاعر ما عرفش يلبسه عبايه ولا قميص. قام الشاعر نشر قصيده قال لك فيها ايه بقى؟ خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء فاسال الناس جميعا امديح ام هجاء. طبعا الناس لما قرت القصيده دي ما بقتش فاهمه حاجه بقى. يعني انت دلوقتي بتدعي ان عينيه الاثنين يبقوا زي بعض، هل انت بتدعي للعين المريضه انها تخف عشان تبقى زي السليمه، ولا انت بتدعي على العين السليمه انها تتعمي زي الثانيه؟ ما حدش عارف يوصل لحاجه بقى، فالناس اتلخبطت. وقتها راحوا قايلين الجمله دي.